السلام عليكم ومرحبا بكم في فيديو جديد في القناة ديالي. كنتمنى تكونوا بصحة جيدة وانتم كتشاهدوا معايا هذا الفيديو. جبت لكم فيديو جديد خاص ببرنامج لالا العروسة. كيف ما عرفتوا ان البرنامج تم الانتهاء ديال تصوير البرايمات وتم الاعلان على الفائز بلقب لالا العروسة، واللي الكل وحسب التسريبات كيف كيقولوا فهاد العام كان ضجة كبيرة على هاد البرنامج وخدا مشاهدات عالية، كذلك شهرة اللي هي كبيرة. هو برنامج جميل ورائع والأسرة المغربية كلها منتظرة هاد البرنامج لأنه برنامج اجتماعي وأسري محض. فهاد البرنامج زوين بزاف، لكن هاد المرة خدا واحد الصدى اللي هو كبير بزاف نظرا لبزاف ديال المشاكل اللي كانوا كيوقعوا الحجرة، كذلك اللي تعرضت لها ممثلي مدينة طنجة عماد وإيمان. فالبرنامج زاد خدا واحد الشهرة اللي هي كبيرة من خلال اليوتيوب، فكانوا مشاهدات عالية. وبالتالي هذا البرنامج كيف قلت لكم برنامج أسري جميل، قاع المشاركين حباب مع بعضياتهم، ولو أن الممثلات طنجة خدات واحد الحقرة من قبل المشاركين وليس من البرنامج. بالعكس البرنامج كان معاهم بزاف مزيان، عطاليهم ساروت ديال الحصانة اللي عمرها دارت. فالبرنامج او الطاقم ديال البرنامج كان كيعاملهم معاملة حسنة نظرا لصغر السن ديالهم، وكذلك كان معهم بشكل جميل ورائع. فالمشاركين هما اللي حقروا داك المشاركة ديال مدينة طنجة، وكذلك ما كانوش معها مزيان، وخير دليل انهما السبب ديالها ديال الاقصاء. هادشي ما كيهمناش، فالمهم غنهضروا في العرس اللي هو اليوم كيتم التصوير ديالو. وكيف العادة غادي يكون العرس في الأسطوري في مدينة مراكش دائما. فكذلك كيف ما كتشوفوا الفيديو غادا مشاركات طنجة رفقة مشاركات قنيطرة اللي كانت العام الفائت واللي هي حياة وحكيم. وكيف ما كتشوفوا انهم غاديين حتى هما باش يحضروا هذا العرس الأسطوري. وهاد الصور والفيديوهات ديال نزار وضحى عند وصولهم المحطة ديال مراكش، كذلك فيديوهات ديال المشاركين عند وصولهم لمدينة مراكش لإحياء هذا العرس الأسطوري ويفرحوا مع الفائزين باللقب. غادي نجيب لكم فيديو جديد ديال إطلالات المشاركين والمشاركات في العرس الأسطوري. تحياتي لكم.